السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة جبارة لنسف الدهون وخاصة دهون البطن السفلية. حاجة كده هو خيال. لما تواظبي عليها الوصفة دي اسبوعين ورا بعض وبعدين تريحي او تغيري مثلا الوصفة دي لحاجة تانية وبعدين ترجعي لها تاني كمان اسبوعين، في خلال شهر او شهر ونقول اسبوع هينسف لك دهون البطن تماما، مش هيبقى عندك بطن خالص. الوصفة دي عبارة عن جنزبيل وحبهان وقرفة وليمون. ان شاء الله الوصفة هتعجبك وهتنور رضاكي واستحسانك. لو عجبتك ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. ان شاء الله نعملها. ودي تاني وصفة هقدمها لكم، وهقدم لكم وصفات كتير جدا ورا بعض ان شاء الله. تابعوها ويشتغلوا عليها معايا، وان شاء الله هتلاقي جسم صحي وجميل. ولو عندك بطن سفلي او عندك بطن هتنزلك دهون البطن تماما، وان شاء الله نتوفقوا مع بعض. نبدا ان شاء الله على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هحتاجها نجيب كوب او كوبايه 250 ملي. هنحط فيها اول مكون لينا اللي هو الجنزبيل. والجنزبيل ده يا ريت يكون فريش، مفيش فريش حطي بودر مفيش مشكله. هناخده فوائد الجنزبيل الاول في علاج التخسيس او في وصفات التخسيس. فوائد الجنزبيل للتخسيس بيزود معدل حرق الدهون، وكمان يقمح الشهية، يقلل الشهية جدا، ينظم مستوى السكر في الدم ويحسن الهضم ويقلل الانتفاخ، ومضر كمان للبول وطارد للسموم. وتاني مكون لينا هو نص معلقة من القرفة. القرفة ليها فوائد عظيمة جدا في التخسيس لا تقل عن الجنزبيل، وهي كمان بتنظم مستوى السكر في الدم، تحفز حرق الدهون، تقلل الشهية والرغبة في الحلويات بالذات، تحسن الهضم، ومضرة للبول وطاردة للسموم. كمان هنحطه مع الحاجات دي، هنحط 4 فصوص من الحبهان. الحبهان معزز للحرق، منظف للجسم جدا جدا، فهو كمان له فوائد عظيمة جدا في التخسيس. هو بيحفز عملية التمثيل الغذائي، مضر للبول، مضاد انتفاخ وغازات، يقلل الشهية ويحسن الهضم، وكمان ينظم مستوى السكر في الدم. كل الحاجات دي مع بعضيها تنفع جدا للناس اللي عندها السكر وعايزة تخس ومتقدرش تخس. طيب هتفتحيه بالشكل ده، مش هتحطيه على بعضه، هتفتحيه بالشكل ده وتنزليه في كوبايه مع كل الحاجه اللي فيه. خلي بالك بس عشان ايه ما يعني مفيش حاجه تعمل منه كده، هو اساسا هو حاجه بسيطه خالص. هنحطه كده اهوت، وهنحط عليه كوبايه ميه مغليه وسيبيها من 5 ل7 دقايق لغايه لما يعني يبرد شويه. والمشروب ده ما يتشربش اكتر من مرتين في اليوم عشان خاطر ما يضايقكيش. يعني احسن حاجه تشربيه وقت الصبح وعلى الظهر، قبل الغدا بنص ساعه وقبل الفطار بنص ساعه هتعمليه وتشربيه. الجنزبيل والقرفه دول حاجه يعني مدمرة للسمنة وخصوصا في منطقة البطن. هنحط المية زي ما قلت لك، كوباية مية مغلية هنحطها على المكونات وهنغطيها لمدة 7 أو من 5 ل7 دقايق لغاية لما يهدى شوية. اروح حاصرة عليها نص ليمونة، ولو عايزة تحليها حليها بنص معلقة عسل، مش اكتر من كده عشان ما نزودوش. احنا هناخد كام كوباية؟ لو كل كوباية هتحط لها معلقة عسل هيبقى كده كتير قوي على موضوع الرجيم. فهنحط لها نص معلقه، ولو تقدري تشربيه كده من غير عسل هيكون احسن. يعني مره واحده في اليوم عسل ماشي كويس خالص في الصبح. كمان احنا بنعمل ايه؟ احنا مفروض نشرب كوبايتين ميه دافيين الصبح على الريق. فبدل ما تشربيهم كوبايتين ميه فاضيين كده اهوت، بعد ما المشروب ده يبرد وتحطي له العسل بتاعه وتعصري عليه نص الليمونه، هتزوديه وتخليه كوبايتين وتشربيهم بدل الميه كده على الصبح. هيكون احسن وافيد، ويعني هيكون احسن لك بكتير.
وطبعا لازم تاخدي الوصفات دي كلها، اي وصفة هتشوفيها على النت هتشوفيها كده لازم تاخديها مع نظام غذائي عشان خاطر تاخدي افضل نتيجة. كده فيديونا خلص، يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. شكرا على المتابعة.